السلام عليكم. اللي قدامنا دي في الصورة اسمها آية. ده شكلها كمان بعد ما اتحكم عليها بالإعدام. في الحقيقة اللي يعرف قصة آية وفرح مش ممكن أبدا ينام بعد ما يسمع القصة، مش لأنها جريمة قتل عادية، لأ، لكن لأنها جاية فيها غدر كبير جدا من أقرب حد ليك، من صاحبة كانت عايشة معاها ليل ونهار، بتاكل معاها وتشرب معاها ويومها كله معاها تقريبا. هما بنتين عاديين، كل الناس كانت شايفاهم اكتر من اخوات، وفي كل مكان كانوا مع بعض، كل ما يخرجوا ينزلوا صورهم على السوشيال ميديا، لحد ما في يوم واحدة منهم خرجت وما رجعتش تاني. فرح محمد. فرح بنت عندها 18 سنة، بسيطة وطيبة، وشها كله براءة، عايشة مع خالتها بعد وفاة والدتها. في يوم فرح قالت لخالتها انا خارجة عند آية صاحبتي شوية، وطبعا خالتها عشان عارفة ان آية اكتر حد بتثق فيه فقالت لها خلاص تمام روحي يعني، بس ما تأخريش. المهم فرح اتأخرت وقعدت كتير قوي. خالتها بدأت تقلق عليها، اتصلت بآية قالت لها فرح عندك، قالت لها لا انا بره وفي السوق وما جاتليش النهارده. خالتها روحت قلقت، الوقت عدى لحد ما عدى نص الليل، قعدت تتصل بكل اللي تعرفهم مفيش فايدة برضو. اخر حاجة عدى الليل بقى كامل، وتاني يوم الصبح راحت اسم الشرطة وبلغت ان البنت اختفت وما رجعتش يعني من امبارح، وطبعا مفيش اي اخبار عنها، وآية عم برضو بتدور عليها معاها وكأن مفيش اي حاجة. خالتها بقى طبعا يئست من كتر ما هي عمالة تدور وتعبت وقعدت وما كانتش تعرف بقى خلاص ان هي مش ترجع تاني يعني. بعد 4 ايام طبعا جالهم بلاغ ان في جثة متقطعة ومرمية في مصرف صرف صحي. الشرطة وصلت المكان والريحة كانت بشعة، الجثة كانت متحللة وفي حالة تعفن، لا وكمان الرجلين مقطوعين ومفصولين عن الجسم بآلة حادة، والوش مش باين ليه ملامح، جثة متشوهة كلها وفي آثار حروق من الدرجة الرابعة، الملامح مختفية تماما من كتر النار اللي كانت فيها. طبعا احتاجوا يعملوا تحليل DNA عشان يقدروا يحددوا مين الجثة دي. لما النتيجة طلعت الكل انهار طبعا لما عرفوا ان هي فرح البنت اللي بيدوروا عليها، وطبعا خالتها ما كانتش مستوعبة ان ازاي ان هي تموت بالطريقة دي، بنت في البراءة ديت والناس كلها بتحبها والناس كلها بتشكر فيها وفي ادبها، فالبلد كلها طبعا محدش كان مصدق من الصدمة اللي شافوها. المهم تحريات الحكومة فضلت تدور وتدور في الكاميرات وتدور هنا وهنا لحد ما لقيوا مفاجأة. مفاجأة بقى ان لقوا توك توك جابوا كاميرا من الشارع، لقوا توك توك بينزل شنطة كبيرة كده وراح رماها في المصرف. طبعا الكاميرا مش كانتش مبينة اوي اذا كانت شوال ولا شنطة ولا ايه. المهم حاولوا يجيبوا الولد دوت ومسكوه واعترف، قال لهم والله انا في واحدة ادتني الشوال دوت وقالت لي ده اكل باظ وعفن فراخ ولحوم، كانت في الفريزر عندي وعفنت وخد ارميها. الحكومة طبعا خدوه وقالوا له تعالى ورينا فين بيت الست اللي قالت لك كده. خدهم وراح هناك لان هو طبعا فعلا ما كانش يعرف ايه اللي موجود جوه الشوال، وداهم لحد بيت مين؟ آية صاحبتها اللي هي المفروض اكتر من اختها. المهم الشرطة طبعا راحت لها، ولما لقيت الولد مع الشرطة وقال لهم هي دي اللي ادتني الشوال وقالت لي ارميه، طبعا هي انهارت وحكت كل حاجة للشرطة. الحكاية بقى قالت ايه؟ ان فرح كانت جاية لها البيت
وحصل ما بينهم خناقة لان فرح كانت مستلفة من آية 3500 جنيه، وآية قعدت تقول لها انا عايزة الفلوس، والتانية استفزت قالت لها انا بقالي فترة مش معايا فلوس ومش عارفة اجيبهم لك وكده. المهم شدوا مع بعض، واصلا آية من جواها كانت جواها غل كبير جدا من ناحية فرح. شدوا مع بعض وفرحت نفسها ان هي بتهزر، والكلام شد جاب بعضه، من هنا لهنا راحت ضربوها. زادت بقى الخناقة ومسكت في فرح وراحت طعناها في صدرها بالسكينة، وقعت من طولها والدم جه على الأرض وغرقه، وهي شايفاها محاولتش تنقذها. جابت كرسي وقعدت تتفرج عليها وهي بتتنفس وبتنزف قدامها، وهي عينيها في عينيها بصلها ومحاولتش حتى تساعدها، سابتها تموت واحدة واحدة وهي بتبتسم جدا كأن مفيش اي حاجة اصلا حصلت من كتر الغل والحقد اللي جواها. بعدها نزلت كأن مفيش اي حاجة حصلت، وخالة فرح اتصلت عليها وسألتها، قالت لها لا انا في السوق، وهي فعلا كانت في السوق يعني. طبعا هي عايزة تعمل عايزة تتخلص من الجثة. رجعت بعد شوية معاها شاب اسمه بشوي، هي حكت له كل اللي حصل. خاف في الاول ان هو يساعدها، وبعديها لما عرضت عليه فلوس وافق ان هو يساعدها. اقترح عليها قال لها ان لازم يولعوا في الجثة عشان يحاولوا يتخلصوا منها بسهولة. وفعلا جابوا بنزين وولعوا في الأوضة اللي كان فيها الجثة. فلما لقوا ان النار زادت جدا جدا ومش هيعرفوا يسيطروا عليها وتولع في البيت كله، طفوا النار وسابوا الجثة على حالتها دي 3 ايام موجودة في الشقة، لحد ما عملت عفن وريحة شديدة جدا. الجيران بدأوا يشتكوا من الريحة، خبطوا عليها وقالوا لها ايه الريحة الشديدة اللي عندك دي ريحة وحشة جدا. قالت لهم الفريزر فصل باظ، والفراخ واللحمة اللي فيه ضربت، وانا هحاول اتخلص من الحاجة دي. فجت تشيل الجثة عشان تتخلص منها، لقيتها برضو تقيلة جدا. فقامت مسكت السكينة وبدأت تقطع فيها عشان تحاول تحطها كلها في شوال. فقطعت الرجلين وحطت كلهم في الشوال، لان كانت بالطول هتبقى كبيرة جدا، كومتهم كلها يعني الجسم والرجلين في الشوال. ونزلت كلمت توك توك وجالها وخد الشوال وقالت له روح ارميه في المصرف عشان دي حاجات بايظة وكده يعني. الولد خد الحاجة وهو على عماه ما يعرفش طبعا فيها ايه وراح رماها. المهم القضية دي كلها كانت صدمة، مش بس لأهل فرح يعني، لكن لكل اللي سمع بيها، لان محدش يصدق ان الغدر ممكن يطلع من اقرب صاحبة ليها، وان بنت تقدر تنفذ جريمة بشعة بالشكل ده وتقتل صاحبتها وتحرقها وتقطعها. في النهاية المحكمة حكمت عليها بالإعدام، وطبعا هي ما كانش باين عليها اي حاجة من الزعل ولا الحزن ولا اي حاجة، زي ما يكون كان جواها حقد وغل وغيرة، وهي ما صدقت ارتاحت يعني، انبسطت جدا باللي هي عملته وان هي ما نفهمش يعني الدنيا دي مليانة ناس من جواها وحش جدا يعني، من جواها اسود. تبان صاحبك وتضحك وتهزر معاك، لكن هي في الحقيقة فعلا مش كل الناس بتتمنى لك الخير.